النهارده يا جماعه رحت اتغديت في قرمه فهمي، وبجد طلع من احلى مطاعم الاكل الشرقي في مصر. مش عارفه ازاي ما كنتش عارفاه من زمان وكان فايتني كل ده. يعني فعلا اي حد نفسه ياكل اكل شرقي خطير ويستمتع بكل جنيه حرفيا دفعه لازم يروح مطعم قرمه فهمي. اول حاجه طلبتها وعجبتني قوي ستريبس قرمه فهمي. عايزه اقول لكم تتبيلتها كانت جباره يا جماعه، ريحتها اصلا من قبل ما ادوقها كانت فظيعه، ولا كمان بقى لما حطيتها في العيش البلدي اللي اتخبز حرفيا وانا قاعده مع فرايز وصوص سبايسي كانت مش طبيعيه بجد. وتاني حاجه طلبتها كانت كبده بالزبده بتاعت قرمه فهمي، دي بقى لازم تجربوها. الطاسه دي بالذات دخلت في قلبي، شويه طحينه كده ونغمزها في الصوص بالدقه، يا لهوي على الحلاوه. ولعشاق الكبد والحلويات لازم تجربوا طاسه رز كبده مزاليكا فراخ بتاعت قرمه فهمي. وطبعا كان لازم ادوق السجق والكفته بتاعت قرمه فهمي اللي كل الناس بتحكي عنها. ومسكت بقى الكفته اللي كانت جوسي يا جماعه وكانت خطيره، حطيتها في العيش البلدي اللي لسه مخبوز، غرقتها بالطحينه وكلتها. وبعدين دخلت على السجق الجبنه بقى زي ما انتم شايفين بينزل لكم معاه صوص جبنه جبار كده. اوعدكم يا جماعه هتستمتعوا استمتاع بالساندوتش ده مش طبيعي. شويه مخلل وخضره بقى واستمتعوا بجد بالساندوتش الخطير ده. وطلبت طبعا الجلاش اللي هم برده مشهورين بيه قرمه فهمي، يكون على شكل حلزوني كده ومتغرق في الجبنه. وطبعا ما تنسوش تجربوا سلطات قرمه فهمي عشان هي فعلا مميزه جدا ومعموله بشكل جديد. واوعوا يفوتكم الفطير المشلتت في قرمه فهمي، بينزل لكم من فوق زي ما انتم شايفين كده، بيخرج من الفرن على بقكم على طول مع شويه عسل وطحينه، يا قلبي على الحلاوه. واخر حاجه حليت بيها بسبوسه بالكريمه من قرمه فهمي، عايزه اقول لكم كانت نازله سخنه وخطيره. كمان ديكوريشنز المكان هتعجبكم جدا ولايقه قوي على الاكل. اعملوا منشن لاصحابكم وروحوا استمتعوا.